بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناة أفكار أم محمد دي اي واي. صلاة تكونوا جميعا بخير وبصحة وبعافية. اليوم راح نخيطوا كيس هكذا لوضع الفواكه أو الخضار، لكم الاختيار. يلا مع بعض نشوفوا الطريق. إذا هنا بداية عندي كما كنتم تشوفوا بعض المستلزمات أغلبيتها مسترجعة. إذا عندي كما كنتم تشوفوا هذا القماش شغل فيلي مثقب، يعني ثقب رقيقه بزاف. نتوما لكم الاختيار ديروا اللي مثقب بزاف ولا كيما هادو ثقب صغار. هذاك شغل قماش ماهوش بلاستيك، قماش. اذا انا حبيت ندير قماش باش ما يتقطعش، باسكو تاع بلاستيك مع الوقت راح يتقطع. عندي هنا قماش مسترجع تاع دراوات ولا تاع المطبخ، هنا لكم الاختيار. اذا الفكره انه هنا كما هذا القماش المهمل، اذا نلموه ونديروه حاجه مليحه. هنا شوفوا كيفاش راني قسمت كما راكم تشوفوا. عندي هذيك القطعه مسترجعه راهي مخيطه. اذا هنا الطول تاعها قبل ما تتخيط 54 سنتيمتر على عرض 9 سنتيمتر. انا لقيتها واجده الوغ قلت نخدم بها. وعندي هنا هذاك الفيلي ايضا راح نحط لكم مقاس تاعو نفس الشيء 54 سنتيمتر على 20 سنتيمتر عرض. وعندي هذا الشريط ايضا كنت خدمته. نتوما لكم الاختيار ديروها هكذا شريط، يعني ديروه عريض ولا ديروه رقيق كما انا درتو 54 طول اكيد على 1 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر. اذا هنا حاجه سهله وبسيطه كما موالفين بكريم، يعني الامهات تاعنا يخيطوا لنا هذوك الاكياس باش نديروا قريصات والخشيبات نفس الشيء. فقط هنا درنا عوضنا، درنا نص قماش ونص من هذا القماش هذا المثقب. شوفوا هنا حكمت بليزي بانجل باش نوريكم مليح. شوفوا كيفاش درت، حكمت هذيك القطعه تاعي. شوفوا كيفاش عادي نحكمها. شوفوا كامل بليزي بانجل مع القطعه تاعي هذاك القماش المثقب والشفاف هكذا. وراح نزيد نحكم منه ايضا كامل بليزي بانجل. وايضا درت هذا الشريط تاعي اللي كنت مخيطاته واجد صراحه، هو شويه رقيق، راح ندير فيه خيط دخلاني ومن بعد رقيق بزاف. نتوما تحبوا تعرضوه ومن بعد ديروا فيه خيط، يعني الخشين اللي راح شويه خشين يكون عريض اللي راح نسكروا به الكيس تاعنا. لكم الاختيار. انا بيسك مسترجعين قلت الوغ جو بروفيت نخدم منهم اشياء. شوفوا هنا عادي، شوفوا كامل وين راني درت بليزي بانك. رايحه نخيط حاجه سهله وبسيطه ومشروع جد مربح. قلت لكم ماشي شرط ان المشاريع المربحه تاعنا تكون من سكاي كيما هكذا من قماش، هكذا القماش هذا مثقب فيلي ولا يعني اي حاجه ونديروا بها مشروع مربح. اذا هادو اكياس الخاصه بالمطبخ لوضع الخضار والفواكه، اذا راهي تتمشى تري بيان. اذا اللي تقدر ديرهم كمشروع جد مربح، سيرتو دوكا في رمضان والصيف ان شاء الله راهو جاي. اذا الخضر تاعنا والفواكه يحتاجوا باش نغطوهم على الحشرات. اذا هنا راني بديت نخيط عادي هكذا كما قلت لكم كامل، نخيط كامل وندير سورفيلاج باسكو القماش تاعي هذا ينسل هذا. اذا نديرو سورفيلاج باش ما ينسليش ومن بعد يعني الكيس تاعي ما يتقطع ليش. نخيط كامل كما وريت لكم ونمتن وندير سيرفيلاج باش تجيني كيس مليح. هنا في الاخير كامل درت كامل الخطوات. الخطوه الاخيره هنا بلاطيت هذيك الخياطه وين بليت يعني تربط بين القماش وبين هذاك الفيري باسكو ومن بعد تبان لي شغل كي نقلبها يعني الكيس تاعنا تبان لي هذيك شويه وين الخياطه. الوغ بلاطيتها هكذا ودرتها بالزيكزاك ولا تحبوا ديروها يعني باي، لكم الاختيار باش ما تبانليش. ومن بعد كي نقلب الكيس تاعي هكذا ما يبانش المظهر تاعو مشوه. اذا هاي لك هنا شوفوا كما كنتم تشوفوا في الوسط، هاي لك هنا وين الشكل تاعو هاوليك ما يبانش، ما تبانش هذيك الخياطه. رجعتها هبطتها لتحت وخيط. شوفوا اذا جات حاجه مليحه. شوفوا كيفاش تاع 5 وريتكم فقط الفكره، وانتم دائما نقول لكم تبدعوا كما حبيتوا. هنا راح نديروا الخيط تاعنا، هذا الخيط هذا تاعي اي خيط يكون متين ولا ديروا يعني بي ولا مهم هكذا شريط صغير نتوما تخيطوا نتوما على حسب العرض تاعكم. هذاك تاع الشريط اللي درتو من الفوق ديروا خيط رقيق ولا خشين. هنا ندير مساك عادي كما هذا ولا مساك يعني صغير، ورايحين نتكوا الخيط تاعنا عادي ندخلوه بشويه فقط. من افضل هذا الشريط اللي درت لكم هذا الغاز تعرضوه شويه، ديروا حوالي 3 سنتيمتر ولا 4 باش من بعد تدخلوا الخيط تاعكم فاسيلمون. هنا شوفوا كيفاش دخلت الخيط تاعي. الخيط تاعي هاي ليك هنا هذا الخيط خاص نورمالمون بالمطبخ باش نربطوا به يعني اللحوم تاعنا وكامل متين بزاف. انا استعملته حبيت يعني شريته باش نستعمله يعني هكذا في افكار تاوعي. شوفوا كيفاش الكيس تاعنا بخطوات جد سهله وبسيطه. شوفوا شحال خرج
مليح نديروه بالبقايا مسترجعه، ولا اللي تحب ديروا مشروع تشري يعني هكذا مستلزمات جديده وتخدمهم. هنا هاي لك عندي الموز، البنان، دوكا وقت الموز، وقت يعني التفاح، تشينا، المدارين كامل، الرمان نديرو كامل، نخيطو كيس كيس، كل كيس نديرو فيه فاكهه هكذا وحدها. عندي هنايا شويه تشينا وقارص ومدارين هكذا، وريت لكم فقط هكذا نديروهم مع بعضهم، الحمضيات يتمشاو مع بعضهم، نحفظوهم هكذا من واحد الناموس هكذا صغير بزاف يجي عليهم من اي حاجه هكذا، باش في الليل ما نضطروش باش نغطوهم، راهم في الكيس تاعهم وراهم في امان. اذا كانت هذه فكره اليوم سهله وبسيطه، شوفوا كيفاش خرجت مليحه، كيس خاص بالمطبخ لوضع الخضر والفواكه، تحبوا ديروا فيهم الثوم، البصل، الورق تاع الرند، لكم الاختيار. اذا كانت هذه فكره اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم، ان شاء الله تستفادوا منها ولو بالقليل، ونتلاقاو ان شاء الله في فكره جديده من افكاري انا ومحمد والبنات. دمتم سالمين والى اللقاء، مع السلامه.